بشرفك وبشرفك شاركوا الفيديو. انا رحت اشتغل مطعم، قال لي تعال تبلش شغلك من 9 العفو من 10 الصبح لحد 9 بالليل. هذا الحدود مال شغلك. على كل بلشت وياه من وين؟ من 8 لحد 1 بالليل. كان يسألني حالي، دق علي قال له تعال منو الأهل؟ حادث. على كل قلت له يروح للبيت يعطيني الجنسية، هم يكسون نفسهم مطعم كذا، هو بيناتهم مشترك بين هذا الولد بالمطعم والشخص اللي قريب على المطعم بيته، ما أذكر اسمه. فقلت له لا محل ما هو، قال لي ما أنطيك الفلوس، روح خذ فلوسك بس ما أنطيك أي يوم. قلت له يابا ليش ما تعطي يومية؟ يقول لي ما أنطي يومية. قلت له لعل محل ما هو عليك عشان هذا ضاج، يعني أنت فوقها ماخذ فلوس الضج، ابن الحرام ابن الفقر، لا محل ما هو عليك مليون مرة. والولد رحت له هناك هذا الثاني المطعم، هو شوية حتى بشرته مو رحمة، ما أذكر اسمه، ومسوي سوالف الدنيا كلها مكسرة، وحتى سارق وبايق وما أذكر اسمه. والله بايق بوبة كبيرة هو هذا الشخص، وإذا أنطي معلومات عنه الدولة تجيبه تدوس راسه وراس اللي يطلع ورا، لأنه مسوي سوالف بس الله يدري بيه، وقاتل قتل. المهم رحت له قلت له اريد اليومين عندك، وانت قلت لي تعال للشغل وهذا. يقول لي انا هم ما عندي يوم، يلا روح. كان ايش يسوي؟ يقوم علي يدفع، يقول لي اطلع برا. ترى انا هم اقدر يعني ادفعه واضربه وكل شيء اسوي، بس انا بهذيك الساعه لزمت نفسي، قلت عوف المشاكل هي ام المشاكل، انا جاي على رزقي. قلت له اعطيني الفلوس، قال ما اعطيك. قلت له انت الحمد لله محل ما هو، عرفته طلع. رحت فعفتهم. فرساله هاي اوصلها، انت اللي تستغل البشر. شوف اقول لك، يجيك يوم لو بعد حين والك موعد يا الله سبحانه وتعالى، وكما تدين تدام. سويت بالدنيا باشا عقبه تنعاد عليك، كما عملتم تلتقون. وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا احلكم ولا اهلكم، واخذ اجر تعبي هناك يوم القيامه عندكم، وان شاء الله ما تشوفون لا الرزق ولا الراحه بحياتكم، لان اني ظروفي تعبانه وجيت ادور الشغل واستغليتوني، ولا ما هو عليكم.